مش مناسب يعني. طيب النقطة التالتة اللي معانا ليها علاقة بمصطفى شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر، وكان اتردد كلام إن بنفيكا البرتغالي عايز مصطفى شوبير، ويعني في إعجاب بيه. الحقيقة إن مصطفى بيتولى أموره شركة تسويق بتسوق على دوريات أوروبية زي البرتغال وزي أسبانيا وزي إيطاليا تحديدا. البرتغال، أسبانيا، إيطاليا. فاتعرض على بنفيكا فعلا، واتعرض عليهم من فترة، ولكن هل بنفيكا اتحرك؟ لا. هل بنفيكا اتكلم مع اللعيب؟ لا. هل بنفيكا اتكلم مع الأهلي؟ طبعا لا. هل ممكن يكون بنفيكا لسه بيراقب مصطفى الجوير؟ ممكن، وجاي كاس عالم فهو بيقول لك ممكن اشوفه اكتر يعني، خاصة ان عقده مع الاهلي يعني بينتهي يعني، فاضل له موسم، غير الموسم ده يعني هيبقى التفاوض سهل. اللعيب برضه سنه مش كبير، فبالتالي الصفقة نظريا تبان ان هي كويسة، وممكن وارد جدا جدا او بنسبة كبيرة جدا جدا هيكون حارس منتخب مصر الاساسي في كاس العالم، فليه لا يتابعوه. ولكن هل في تحرك رسمي حصل من بنفيكا ليه عشان يعني يتفاوضوا رسميا او يتعاقدوا مع مصطفى شوبير؟ ده ما حصلش يعني، وارد يحصل الايام اللي جايه، وارد. ومن توقعاتنا بنسبه قليله مش كبيره يعني، بنسبه قليله مش كبيره، ولكن وارد. لكن مصطفى شوبير اتعرض على بنفيكا، لكن بنفيكا لسه ما خدش خطوه، لكن ممكن ياخد الخطوه دي مستقبلا لما يتابع اللعب اكتر، خاصه بعد نهايه الموسم ده في مصر وماتشات كأس العالم إن شاء الله. ده الفيديو بتاع النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.